لسه مكملين مع حضراتكم في صباح القاهرة، والحقيقة كمان الفقرة دي فقرة مهمة جدا لأن هي بتتناول موضوع يمكن مش كل الناس عارفة عنه تفاصيل أكتر. في ظل التحديات اللي بيواجهها العالم من صراعات وانقسامات، مصر بتظل وإن شاء الله هتفضل دايما مستمرة نموذج فريد من التماسك الوطني. من هنا ومن أسباب أخرى كتير قوي جت فكرة مبادرة وطنية رائدة بتهدف لترسيخ قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر وتعزيز المحبة بين المسلمين والمسيحيين، وهي تأسيس بيت العائلة ليكون منصر الحوار والتقارب في هذا الموضوع وفي تفاصيل تانية كتير قوي. خلينا نعرف أكتر عن بيت العائلة المصرية وعن لجانه المختلفة وعن أهدافه وعن فكرة تأسيسه وليه تأسس وتفاصيل أكتر بكتير من ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا في صباح القاهرة، سيادة اللواء محسن الفحام، أستاذ علوم الإدارية ومقرر لجنة الرصد والمقترحات ببيت العائلة المصرية. سيادة اللواء أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا فندم. منورنا. اهلا بك يا فندم، شكرا جزيلا. من أين جاءت فكرة بيت العائلة المصرية؟ فكرة بيت العائلة المصرية الحقيقة جاءت بعد أحداث تفجير كنيسة القديسين اسكندرية، وكانت نتيجة زيارة قام بها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد الطيب لقداسة البابا شنودة رحمه الله للمواساة في شهداء الذين سقطوا في هذه المذبحة الكريهة يعني. فتفتقد ذهننا عن ان هو علشان ما يبقاش في فجوه يقول لك الاسلاميين اللي عملوا والمسيحيين مضطهدين والى اخره، فاقترح فكره قيام كيان انساني اجتماعي يعني بعيدا شويه عن السياسه، وسمي بيت العائله. الفكره في تسميه بيت العائله الحقيقه ان احنا يعني مسلمين واقباط اسره واحده، ودي حقيقه صحيح يعني لا ينكرها الا الجاهل، مش الجاحد يعني الجاهل. بيتنا فيه اقباط، بيتكم فيه اقباط، الجيش فيه اقباط، قيادات من الجيش فيها اقباط، يعني داخل يعني كلنا يعني متمازجين داخل بعض يعني في اسره او في كيان واحد يعني. فسمي هذا البيت او هذا الكيان ببيت العائله المصريه. ايه الاهداف الرئيسيه اللي بيسعى لتحقيقها بيت العائله المصريه؟ بيت العائله المصريه الاول نقول ان هو كل سنه بتنقسم الى نصفين، 6 شهور بيرقصوا فضيله الامام و6 شهور بيرقصوا قداسه البابا تودروس الوقت الحالي يعني. الفكره زي ما حضرتك يعني تفضلت في السؤال، ان احنا نتداخل جوه كيان او نسيج الشعب المصري بشكل مبسط، بشكل بسيط، من خلال مشايخنا، من خلال القساوسه اللي موجودين في المحافظات وفي المدن المختلفه. خلينا نقول ان ما زال رجل الدين بيتمتع بقسط كبير من الاحترام لدى رجل الشارع سواء كان مسلم او مسيحي يعني. فالحقيقه احنا استغلينا هذا الاحترام وهذه المحبه اللي ما زالت موجوده حتى الان، وان شاء الله تستمر طبعا ان شاء الله، في ان احنا نتغلغل جوه كيانات العوائل اللي موجوده، ومش عايز اقول وخصوصا، لكن خلينا اقول برضو الى حد ما في وجه قبلي، تحديدا وجه قبلي، حيث تنتشر القبليات وتنتشر العوائل وتنتشر نقول القبائل يعني اللي موجودين هناك. فدي الحقيقه كان هدفنا ان احنا نتغلغل او نتوغل او نندمج في هذه الكيانات من خلال شخصيات بنختارها من جوه هذه المحافظات. يعني محافظه مثلا كفر، محافظه سوهاج فيها وكيل الازهر الشريف هناك، وفيها ايضا البطريرك اللي هو مسؤول عن الكنيسه. محافظه المنيا نفس ليه بنختار الكيانات الكبيره دي والشخصيات الكبيره؟ لان هم لهم تاثير على المواطن هناك اي المكان والمحيط يعني تحديدا. بالظبط. فزي ما قلنا انا كنت اعتقد لما دخلت في هذا الكيان المحترم ان كان دورنا فقط التدخل فيما يتعلق بالفتن الطائفيه. لكن اكتشفت بعد كده ان لا، احنا دورنا اكبر من كده بكتير جدا جدا. دورنا بقى دور توعوي، دور يعني بندخل نعمل اجتماعات زي ما هنقول لحضرتك يعني، بنعمل لقاءات شبابيه، بنعمل لقاءات زي ما قلنا توعويه. المساله يعني
عدت مرحلة الفتن الطائفية ودخلنا في الصلح بين القبائل، موضوع الدية ومش الدية والكلام ده كله الحقيقة. يعني بيت العائله بيتداخل في هذه الامور، او خلينا نصيغ الموضوع بشكل اخر، ايه ابرز الفعاليات اللي ممكن يكون بيعملها بيت العائله المصريه ويقوم بيها لتعزيز دور الانتماء؟ بالظبط كده. فده دور يعني مهم جدا جدا. وبرضه يعني من خلال يعني برضو كل سنة بقول هذا الكلام من خلال وجودي مع حضرتك، برضو نحن نسعى إلى تفعيل دور القانون فيما يتعلق بجرائم الثأر وجرائم زي ما قلنا الخلافات القبلية، لأنه زي ما قلت لك غالبا العوائل لما بنيجي نتدخل فيما يتعلق بجرائم الطار أو جرائم الدية أو إلى آخره، بيبقى فيها عنصر بشري يعني إلى حد ما مش منصف قوي لاحد الطرفين. فاحنا بدانا الحقيقه عملنا تقرير متكامل رفعناه لفضيله الامام والقداسه البابا لتفعيل دور القانون فيما يتعلق بقضايا الطار والقضايا اللي هي قائمه على خلافات قبليه، في زي ما قلنا حته ارض متنازع عليها، تبقى الارض دي مثلا بتاعت مثلا حد مسلم، بيجي واحد مسيحي او العكس الى اخره. القضايا دي الحقيقه احنا بيبقى فيها خسائر كتير، حتى خسائر نفسيه. ففي الفتره الاخيره الحقيقه تبنينا في لجنه الرصد فكره تفعيل دور القوانين في ما يتعلق بالخلافات القائمه على القبليه او العنف او الى اخره. ودي ما لهاش علاقه طبعا بالخلافات الطائفيه اللي هي ما بين مسلم ومسيحي، وواحد مسلم يتجوز واحده مسيحيه وواحده مسيحيه. في هذه الامثله ازاي ممكن يتعامل بيت العائله المصريه مع الازمات اللي ليها علاقه بالنقط الطائفيه دي ويقدر يحلها بسهوله؟ خليني اقول لحضرتك على حاجه يعني، وده يعني مساله برضو احنا توصلنا لها من خلال تعمقنا في الدراسه. مفيش مشكله طائفيه قائمه موجوده عندنا في اي محافظه من المحافظات الا وكان السبب فيها شباب. والشباب قائم على العلاقات الانسانيه ما بين ولد وبنت او بنت وولد. ده يعني بنسبه نقول 90%. ولد مسلم حب واحده مسيحيه، واحد مسيحي حب واحده مسلمه، كويس، فبيتدخل العائله هنا وبتدخل العائله هنا. بس النتيجه دي الحقيقه عايز اقولها هي برضه نتيجه ايه؟ نتيجه اندماج المجتمع المصري جوه بعضه. يعني للدرجه اللي يعني توصل انا شقتي الشقه اللي قصادي على طول فيها اسره مسيحيه، والبنت كبرت معايا، يعني كبرت في السن وكبرت في المدرسه وكبرت في كده، فبيبقى في نوع من انواع التجاذب العاطفي او الانجذاب او نوع من انواع الارتياح بشكل او باخر. فحضرتك ترجع ده في الاول ان هو نتيجه الدمج الفعلي اللي موجود من سنين بين المصريين وبعض. بالظبط كده. فهي دي ما شفناش يعني جريمه او ما شفناش موقف طائفي كبير ما بين ناس عاقله، ما بين ناس كبيره. لا بس يعني بس طبعا تاتي النيران من مستصغر الشرر. صحيح. فهي دي الواقع. كانوا في المنيا كانت برضو بنت وولد موقعتين، كويس. والحقيقه لما للاسف لما المجالس العرفيه عقدت للاسف يعني اخذ قرار بابعاد العائله المسيحيه من المنيا، وده قرار مش صائب، واخد بالك. احنا في الحاله دي تدخل البيت العائله المصريه بعدها؟ لا ما كناش تدخلنا. ما كناش تدخلنا. كويس. وتغريم اسره الشاب مليون جنيه. هل القانون لو كان تدخل كان هيبقى ابعاد؟ في حاجه اسمها ابعاد؟ يعني عايز تبعدني عن مكان انا عشت فيه 30 40 50 سنه لمجرد مثلا ان ولد وبنت مثلا حبوا بعض او كذا؟ فمن الواقعه دي بالتحديد بقى هي دي اللي احنا بدانا نستصرخ القانون علشان يبدا يطبق في مثل هذه الواقعه. وعلى فكره القانون لو تدخل اكيد ما هيبقاش دي العقوبات العنيفه اللي بيبقى زي تهجير. يعني ايه تهجير؟ يعني ايه تهجير اسره؟ حد يسيب مكانه؟ يعني ايه تهجير اسره مسلمه من مكانها؟ او تهجير اسره مسيحيه من مكانها؟ ازاي يعني؟ فده الحقيقه دور لجنه الرصد والمقترحات، او بمعنى اصح هو دور مجلس العائله او بيت العائله بشكل عام. طبعا لما بيتم رصد موضوع خلاف زي ده، الخطوات ايه اللي بتتم في تحركاتكم علشان من اول ما بنعرف المعلومه لغايه ما بنحل المشكله؟ حضرتك يا فندم خلينا اقول برضو كلمه حضرتك قلتها من قبل ما نبدا، يعني انه مش اي حد او مش حد كتير عارف ايه هو بيت العائله. وانت عندك حق، لان احنا برضو بنفتقد
وبرضه انا يعني لازم اكون صريح فيها، بنفتقد التغطيه الاعلاميه لنشاط البيت. هل دي سياسه فضيله الامام قداسه البابا؟ هل دي سياسه ان احنا ما نحاولش ان احنا نثير القضايا اللي بتثور في ما يتعلق بالفتن الطائفيه او القبليه؟ انا الحقيقه ما اعرفش، لكن احنا بنتقابل هنا كل سنه على فكره، في هذه القناه وفي هذه المناسبه وفي هذا التوقيت وفي هذا اليوم، ودايما نتكلم عن بيت العائله، لكن ما حدش تعرف البيت، بيت العائله يعني هو مش بيت يعني كيان. مفهوم. هو على فكره هو البيت ده هو في موقعين بنجتمع فيهم، اما ان نجتمع في مشيخه الازهر، واما ان نجتمع في الكاتدرائيه في العباسيه. كويس. واحنا عندنا 7 لجان، يعني لجنه الشباب ولجنه التعليم، لجنه الخطاب الديني، لجنه الرصد والمقترحات، لجنه العلاقات الدوليه، يعني في لجان هناك تقيله قوي. اللجان دي لو فعلا المجتمع او الاعلام ابرز دورها، صدقني بيت العائله هيكون كيان تتكالب عليه الشخصيات المحترمه ان هي تدخل فيه. خليني اقول لحضرتك معلومه، وده مش شكر في مجهود زملائي في القناه هنا، ولكن احنا دايما في استضافه لشخصيات من اعضاء اللجان المختلفه في بيت العائله المصريه. وكان لسه الاسبوع اللي فات بنتكلم مع عضو لجنه التعليم في بيت العائله المصريه، وكانت ضيفتنا طبعا هنا واتكلمنا كتير، فاحنا على طول دائمين. ولكن اذا حضراتكم شايفين ان لسه في قصور في التغطيه الاعلاميه، فيبقى دورنا ان احنا نزود التغطيه الاعلاميه عشان نبرز دور البيت العائله المصريه ودور اللجان المختلفه، وده حضرتك موجود معانا ومستمرين ان شاء الله فيه. ان شاء الله يا فندم. وبرضه من خلال حضرتك برضه عايز اقول حاجه برضه، انا عايز اعمل تفعيل لدور القنوات الاقليميه اللي موجوده في الصعيد وفي بحر مصر. يعني القنوات الاقليميه دي مؤثره جدا طبعا. لما النهارده في لقاء زي ده يجي وفي يوم زي ده في مناسبه زي دي يجتمع وكيل الازهر الشريف في محافظه ما والبطريرك اللي موجود في هذه المحافظه في لقاء، والاثنين يتكلموا بعيد بقى عن عيد الفطر والفطر ويجوا نقعد مع بعض ونمسك ايدينا ونعمل كده، لا الكلام ده يعني عفى عليه الزمن. الناس ما بقتش مقتنعه بالكلام، الناس عايزه تشوف حاجه على ارض الواقع يعني. فالقنوات الاقليميه، انا بطلع في قنوات اقليميه كتير الحقيقه يعني، ودايما اقول لهم كده، انتم دوركم فيما يتعلق ب ابراز دور العائله، فيما يتعلق بدورها التوعوي، دورها في مجال التعليم، دورها صحيح. في مجال الشباب، دورها في مجال الجامعات. احنا عندنا انا النهارده كان اول امبارح كان العيد القومي لمحافظه سوهاج، احنا شاركنا بفعاليه كبيره جدا جدا في وجود السيد المحافظ ووجود قيادات المحافظه. مثلا شاركنا برضه فعاليه برضه في مكتبه اسكندريه. كويس. لكن محدوديه اللي موجودين، النشاطات موجوده، ولكن محدوديه القاء الضوء خلينا نقول. برافو عليك. هي دي يعني ده اللي انا بقول لك، يمكن انا وزميلي وانا اعتقد دي رساله ساميه جدا 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 لدور الاعلام. ومن هذا المكان برضه زي كل مره بأناشد انه على الاقل يكون في على فكره كان في برنامج كان بيتعمل اسبوعي هنا برضه اسمه بيت العائله. البرنامج ده يعني تقريبا توقف لسبب او لاخر، بس هناك محاولات دلوقتي لان احنا بقى لينا صفحه وبقى لينا قناه اعلاميه ففي تفعيل دلوقتي لهذا الموضوع يعني. لسه كنت عايز اقول احنا دايما معاكم وان شاء الله الفتره الجايه يكون فيها تطور، ولكن بمناسبه الصفحه والقناه الاعلاميه والامور اللي لها علاقه بالتواصل مع الجمهور، ازاي بيتم رصد اي نقطه او اي نقطه خلاف او اي مشكله في اي محافظه، وطرق التواصل لو حضراتكم ما رصدتوش وفي امر حد محتاج يوصله لحضراتكم، ازاي الامر ده موضوع في منتهى الاهميه وايضا في منتهى البساطه. يعني احنا دلوقتي اخترنا او يعني المفروض ان مختارين قيادات او كوادر بيت العائله معروفين، زي ما قلنا وكيل الازهر الشريف في المحافظه والبطريرك اللي موجود في المحافظه. ده كده بحكم منصبه، فخلاص المناصب دي موجوده في كل المحافظات، وان هو عضو في بيت العائله هو بيكون يعني بيت العائله مثلا في محافظه، مثلا في اي محافظه يعني هو عباره عن حوالي مثلا 15 عضو. كويس. بس مش مقسمين تقسيمات نوعيه زينا هنا، يعني مثلا لجنه الرصد دي لجنه مركزيه. كويس. لكن هناك اي حد من ال10 او من ال15 دول ممكن تلجأ له ان انت في كل التخصصات اللجان كلها. بالظبط كده. فمن السهوله جدا جدا ان انت يعني ان انت تتواصل معاهم سواء في المسجد او في مش صعبه. بالعكس ده اسهل حتى من ان انت تلجأ لاجهزه الامن كمان. لان انت بعد الصلاه
مثلا يعني سواء كانت في الكنيسه او في المسجد، بتبقى بتستنى مثلا بعد الصلاه وتروح لسيدنا هناك تقول له انا عندي مشكله 1 2 3 4، ابني مثلا بيحب بنت مثلا مش عارف ايه، بنت ابني خبط واحد مسلم ده حتى يا فندم لو واحد خبط واحد بموتوسيكل وهو ماشي ورجله اتعورت ولا بتاع، بتتحول حاجه لها علاقه لقضيه طائفيه. يقول لك هو اصله كان عارف ان هو مسلم فخبطه، مش كده، ما ينفعش. وبالتالي ده نوع او دي طريقه من طرق الرصد في المحافظات. بالظبط كده. بالظبط ان الناس كده. بتتوجه للمعنيين واللي هم معروفين جوه محافظات. وبتشوف الكيرف بقى. يعني الكيرف يعني مش عايز احدد محافظه بعينها، ولكن نقول ان احنا في محافظه دايما عينينا عليها، المنيا. يعني دايما عينينا مركزه جدا جدا في المنيا بالذات، لان المنيا فيها زي ما قلت تداخل اسري وعائلي كبير جدا ما بين، وبالتالي التداخل ده نتج عنه بعض الامور اللي قد نسميها، مش عايز اقول مشاحنات او تداخلات، ولكن بدا يحصل وكلها حاجه امور بسيطه، كلها امور بسيطه جدا. يعني عايز اقول لك ان في يعني حضرتك شفت مثلا كان في فيلم بتاع الاستاذ عادل امام وعمر الشريف، فعلا في مخابز موجوده اصحابها اثنين يعني مسلم ومسيحي. لا والله مسلم ومسيحي، يعني انت هتعمل هتعمل ايه اكتر من كده في هتعمل ايه تاني في التداخل مثلا ماتشات كوره يعني بس خليني اقول لك يا فندم برضه هناك ايد خفيه بتحاول ان تؤجج المشاعر بين الطرفين، سواء بقى هنا او هنا، وده ملوش علاقه ببيت العائله، ولكن له علاقه باستهداف الدوله المصريه. صحيح. دور بيت العائله المصريه هو دور مهم، ما بقاش دور ثانوي على فكره، بقى دور مهم جدا 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 في وقت الفتن قبل وقوعها او التعامل معها بعد وقوعها. لكن هل هناك ايدي خفيه بتحاول انها تؤجج المشاعر بين الطرفين؟ طبعا. هي موجوده ومستمره، خلينا نقول، ومن الخارج قبل ان تكون من الخارج قبل الداخل. يعني انا برضو مش عايز اقول امثله، ولكن من الخارج اكتر من الداخل. ودي نقطه مهمه جدا جدا، يجب ان احنا نحط ايدينا عليها ونشير اليها. المفروض في النهايه احنا كلنا كيان واحد. صحيح. يعني لما السيد الرئيس يطلع يقول لك احنا عايزين نبقى كده، ما هي كده دي يعني شباب وشيوخ ومراه ومسيحي ومسلم. السيد الرئيس النهارده بيطلق حريه الاديان وحريه العقيده، ما كل واحد حر في عقيدته يا اخي. انت زعلان مني ليه ان انا يعني مثلا كذا؟ فالكلام لما نيجي نذاكره بتاع القضايا السياسيه ولما نيجي نطبقه على ارض الواقع هنلاقي ان فعلا هناك محاولات لتفتيت او لتقسيم المجتمع المصري بين مسلم ومسيحي ملحد مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا شايف ان بيت العائله في الوقت الحالي يجب ان يكون له دور اكثر تاثيرا من خلال وسائل الاعلام. يعني حضرتك اشرت لاكثر من نقطه غايه في الاهميه، وان احنا عندنا عينينا على بعض المحافظات وشايفين اللي ممكن يحصل. وخلينا نقول كمان ان زي ما احنا شايفين ان بعض المحافظات ممكن يكون فيها حاجه، الايدي الخارجيه عندها نفس المعلومه وعارفه ان بعض المحافظات ممكن يكون فيها حاجه، فتقدر تشتغل على حاجه باكتر من كده. وده موضوع هي مؤامره موجوده ومستمره على مصر طول الوقت، عشان الناس ما تفتكرش ان الامور قد تكون هديت ظاهريا، ولكن لازم ناخد بالنا طول الوقت من النوع ده من ده اكيد. صحيح. وزي ما قلت لحضرتك كل لقاء بنقعد فيه هنا، وانا بتشرف ان انا اكون معاك في اللقاء ده، انه كل لقاء بنقعد هنا بنحط صباعنا على مشكله. طيب اللقاء اللي فات كان صباعنا حطيناه على مشكله حكم من الحكام، ما اعرفش انت حضرتك تتذكر الواقعه دي ولا لا، كان عامل وشم هنا للسيد المسيح. وقامت الدنيا وقعدت وقال لك لا ومش لا ومش عارف ايه وبتاع وكلام من هذا القبيل، وتدخل بيت العائله كويس في هذا الموضوع. ايه المشكله؟ يا عم نزل الكم، بلاش تعمل كده مثلا اذا كان ده بيثير. اذا كان ده نوع من السنه اللي قبليها كان عندنا واقعه الطفل شنوده اللي هو اتلقى على باب كنيسه، فقال لك لا الشريعه بتقول ان اللقيط يتم تربيته في اسره مسلمه. طب ازاي ده اتلقى على باب كنيسه والاسره دي ربت الولد لغايه لما بقى عنده 8 او 9 سنين؟ تاخده ازاي من هذه ويروح لبيت اسره؟ فهنا دي نماذج مهمه اللي تدخلت طبعا بيت العائله. السنه دي بقى ايه بقى مشكله السنه دي؟ ان في لعيب في الاشبال اسمه دانيال، ده لاعب بيلعب دلوقتي في منتخب مصر. لك تخيلوا منتخب مصر بقى فيه لاعب مسيحي، طب ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني؟ طبعا لاعب محترم، وكان يقول لك هو اللاعب المسيحي الوحيد الموجود في المنتخب. طب ليه؟ طب ما كان في قبل كده هاني رمزي، وكان قبل كده في عبد المسيح. يعني عارف انت اللي يجي على حاجه معينه طبيعيه ويكبرها،
هي دي النقطه اللي هي ده دور بقى لجنه الرصد اللي عندنا، اللي احنا دايما خلي بالكم الموضوع حتى الرياضه حتى الرياضه هي كل امور الحياه طول ما احنا عايشين هيبقى في امور ممكن تظهر، وده دوركم ان بتتدخلوا في الامور اللي زي دي ويتم حل الموضوع. الحقيقه ان الموضوع مهم جدا، ويعني احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا اولا على المجهود الجبار اللي موجود ومعمول على ارض الواقع في بيت العائله المصريه من حضرتك ومن كل اللجان المركزيه اللي موجوده ومن كل المشاركين في كل المحافظات، ثانيا على وجود حضرتك معانا هنا النهارده. بس شكرا لله يا فندم، شكرا جزيلا، وكل سنه ومصر كلها طيبه، وكل مصر يعني كل سنه ومصر كلها ايد واحده فعلا، يعني ما عندناش اي نوع من انواع التفرقه بيننا وبين بعض. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا ست لواء محسن الفحام. خلينا نطلع على فاصل قصير ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم في صباح القاهره، خليكم معانا.